برشلونة يستهدف نجم المنتخب المغربي بعد لمعانه في كأس العالم. تعليق حكم المباراة على ما فعله ميسي بعد مباراة الأرجنتين وهولندا. ولكن قبل بداية الفيديو لا تنسوا أن تشاركونا برأيكم في التعليقات على ما فعله ميسي بعد المباراة وتوقعاتكم عن مباراة الأرجنتين وكرواتيا. وإذا كنت من محبي النادي الكتالوني برجاء الاشتراك في القناة من أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس لتصلكم أخبار النادي فور نزولها. برشلونة يستهدف نجم المنتخب المغربي بعد لمعانه في كأس العالم. أفادت صحيفة موندو دوبورتيفو الإسبانية أن برشلونة الإسباني مهتم بالتعاقد مع متوسط ميدان إنجي ومنتخب المغرب عز الدين أوناحي في يناير، ويقدم أوناحي بطولة كأس عالم تاريخية مع أسود الأطلس، ومن الأسباب الرئيسية لإنجاز وصولهم إلى نصف نهائي مونديال قطر. وبرزت إشادة المدير الفني لمنتخب إسبانيا لويس إنريكي بأوناحي بعد الإقصاء أمام المغرب في ثمن نهائي كأس العالم، حيث قال: تفاجأت بأداء اللاعب رقم 8، لا أعرف اسمه، أعتذر، يا إلهي من أين جاء هذا اللاعب، إنه يلعب بشكل جيد. وأضاف: أشرف حكيمي وزياش معروفان، وكذلك يوسف لنصيري وسفيان مرابط، لكن هذا اللاعب لم يتوقف عن الركض، ناقشت ذلك مع الطاقم الفني، إنه رائع. وأكدت صحيفة موندو دوبورتيفو أن أوناحي حظي بإعجاب كبير من الأمانة الفنية لبرشلونة بعد المستويات الرائعة التي قدمها في كأس العالم. ويبرز أيضا دافع آخر داخل إدارة البارسا لإبرام صفقته. وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن التكلفة المنخفضة التي يتوقع أن تنطوي عليها عملية التعاقد مع صاحب 22 عاما تجعل إدارة برشلونة ترى صفقة أوناحي فرصة ممتازة جدا في السوق. تعليق حكم المباراة على ما فعله ميسي بعد مباراة الأرجنتين وهولندا. ووفق ما ذكر موقع انسايد سبورت الرياضي، فإن فيفا قد يتخذ إجراءات بحق ميسي بعد تصرفه تجاه حكم مباراة الأرجنتين وهولندا أنطونيو ماتيو لاهوز في ربع نهائي مونديال قطر. وشهدت مباراة الأرجنتين وهولندا تجاوزات انضباطية من قبل الجهاز الفني ولاعبي الفريقين، الأمر الذي دفع حكم اللقاء لاهوز لرفع البطاقة الصفراء 18 مرة. وفتح الاتحاد الدولي لكرة القدم دعوى ضد منتخب الأرجنتين بسبب تصرفات لاعبيه خلال مباراة هولندا. واستند الفيفا إلى مادة النظام والأمن خلال المباريات في قانون لإحالة اتحاد كرة القدم الأرجنتيني إلى لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي. وكان بدلاء وإداريون من منتخب الأرجنتين توغلوا إلى الملعب، حيث تحولت المباراة إلى مواجهة في دقائقها الأخيرة، حيث سجل الهولنديون هدفين متأخرين لإجبارهم على لعب وقت إضافي. فتح فيفا تحقيقا في العدد الكبير من البطاقات الصفراء التي حصل عليها اللاعبون وغيرهم من المباراة. لم يحدد فيفا جدولا زمنيا بشأن نتائج التحقيقين. قال فيفا في بيان أن التهم الموجهة إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تتعلق بسوء سلوك اللاعب والموظفين وإخلال النظام والأمن في المباريات. ميسي قد يواجه الحرمان من المشاركة في مباراة كرواتيا القادمة بعد انتقاد الحكم لاهوز، حيث قال: لا يمكن لفيفا وضع حكم مثله في هكذا مباراة عندما لا يكون يتمتع بمستوى لائق لإدارة مثل هذه اللقاءات. وعلق حكم المباراة على ما فعله ميسي أنه مندهش منه ولم يتوقع كل ذلك، وأكمل: بعض اللاعبين يظنون أننا نظلمهم بسبب شيء ما، أو لو نستطيع إدارة المباراة، ولكن هذا غير صحيح، فالجميع رأى المباراة ولم أفعل شيئا خاطئا، ولكن ميسي أظن أنه تسرع بسبب أحداث المباراة وقال عني أشياء خاطئة.